السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد من 2024. طبعا الفترة الأخيرة كنا قاطعين شوية من الفيديوهات. الفترة الجاية إن شاء الله يا صديقي هيبقى في فيديوهات قوية جدا بإذن الله ومختلفة، وإن شاء الله هيبقى في تطبيقات قوية جدا 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 يا صديقي. فخلينا نبدأ فيديو النهاردة مهم جدا، وهو بيتكلم عن ان احنا هنشرح 5 مواقع. ال5 مواقع دي كنت اتمنى اعرفها اول ما بدأت اشتغل في الموشن جرافيك. المواقع دي حرفيا مواقع احترافية جدا وهتساعدك في الشغل جدا جدا جدا. فخلينا يا صديقي نبدأ السلسلة دي بالموقع الشهير، ولكن تعالى برضو نشرحه للناس اللي ما تكونش عارفاه، وهو موقع فريبك. ماشي. طبعا هتعمل سيرش سواء بالعربي او بالانجليزي. هنعمل مثلا فريبك بالمنظر ده، هيطلع لنا الموقع واللوجو بتاعه اللي هو حرف الاف. بعدين تبدأ طبعا بتبدأ تفتح وتبدأ تسجل بالجيميل بتاعك عادي جدا بالمنظر ده. طبعا البرنامج بيبقى مديك عدد نسخ معينة ان انت تقدر من خلالها يعني مثلا تقدر تنزل عدد معين من الصور او الملفات في اليوم. ده لو انت مش مسجل. لو انت مسجل بيديك عدد اكبر، تقريبا 10 او 15 ديزاين. ممكن الرقم ما يكونش صحيح، ولكن اتوقع هو ده العدد يعني. ما اعتقدش ان انا وصلت في يوم من الايام ان انا وصلت لحد اللي هو ايه جبت اخر الحاجة في يوم واحد. ولكن يا صديقي برضو عشان تبقى واخد وعامل حسابك، فهو ده بيبقى ليه ليميت معين في ان انت تشتغل على الفري باك او تنزل ملفات من عليه في اليوم الواحد. ولو انت مسجل بيزود عدد الحاجات دي بنسبة بسيطة، ولكن بيزود عدد بسيط بس مش كتير جدا يعني. فيا صديقي بتبدأ تفتح الموقع معاك زي ما انت شايف كده. بعد كده يا صديقي بتبدأ طبعا كموشن جرافيك انت بتبقى محتاج المشاهد بتاعتك فيكتور. فبالتالي انت بيبقى شرط عليك ان انت تحدد من المنطقة دي، تحدد فيكتور. تمام. وطبعا تحدد فري، ولو انت تقدر تشتغل بريميوم مفيش اي مشكلة، ولكن خلينا نحدد فري. تمام. وخلينا نبحث مثلا عن اي حاجة. مثلا ممكن نبحث عن ممكن اعمل سيرش بكلمة وورك مثلا. تمام. المنظر ده. طبعا السيرش شرط يكون بالانجليزي، ما ينفعش يكون السيرش بالعربي. تمام. فانت لا، دايما خلي السيرش بتاعك بالانجليزي، لان لو عملت سيرش بالعربي في الغالب مش هيطلع لك النتيجة اللي انت محتاجها. تمام. فطبعا زي ما انت شايف يا صديقي بيبقى يطلع لك حاجات كلها لها علاقة بالشغل، وبالذات الشغل اللي هو اللابتوب او كده. بس طبعا لو انت محتاج شغلانة معينة تقدر تكتب اسمها برضو موجود هنا فوق، وهو يجيب لك مشاهد عن الشغلانة دي. فانت طبعا بتبدأ تبحث وتشوف المشهد اللي بيناسبك، وتشوف انت ايه المناسب معاك وايه اللي يقدر يمشي مع شغلك وبيعبر عن الفكرة اللي انت عايزها. يعني مثلا انا لو جبت مشهد زي ده انا عايز انزله خلاص، فببدأ اعمل داونلود. بعدين بعمل فري داونلود. تمام. بيبدأ ينزل معايا كده يا صديقي، بيبقى ملف مضغوط. تمام. طيب انا اعمل ايه بعد ما ينزل معايا ملف مضغوط؟ طبعا يا صديقي طبعا يا صديقي هو بيبقى نزل معاك خلاص في الداونلود. فبتبدأ تفتح الداونلود فتلاقي هنا الملف بتاعك مضغوط. بتبدأ تفكك الملف يا صديقي بكل بساطة من هنا. تمام. بس يا صديقي بتبدأ تفككه، بيبقى يظهر معاك الملف بعد كده. بيظهر معاك الملف بعد كده بالشكل ده. بيبقى عبارة عن الصورة اللي هي بتعبر لك عن المشهد نفسه، وملف الانستريتور، والملف التاني ده كمان اللي هو الاي بي اس. تمام. فده استخدام الفري باك بس يا صديقي، وده كل اللي احنا محتاجينه في الفري باك. وطبعا هو مفيش اي حاجه فيه زياده عن كده. طبعا بتعمل سيرش، طبعا اول ما بتخش انت كموشن جرافيك لازم تحدد فيكتور وفري. وبعد كده بتبدا تعمل سيرش بالحاجه اللي انت عايزها. طبعا لو انت مثلا محتاج صور بتعمل فوتو، محتاج ايكون، محتاج فيديو، محتاج حاجات فوتوشوب. تمام. فطبعا كل ده موجود. تمام. فانت بتعمل سيرش على حسب انت عايز الحاجه ايه بالظبط. فانت طبعا بتعمل سيرش بالمنظر ده، وبعد كده بيبدأ هو يجيب لك النتائج اللي انت بتشوفها. طبعا بيبقى في حاجات بريميوم وفي حاجات مجانية. فانت طبعا بتختار الحاجة المجانية اللي انت محتاجها وتبدأ تفتحها وتنزلها زي ما انا وريتك كده. بس الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. خلينا دلوقتي يا صديقي نجيب الموقع اللي بعد كده، وهو ميكس كيت. تمام. ميكس، هو ده.
تمام. طبعا يا صديقي بتفتح اللينك بالمنظر ده او اللينك يظهر لك، ده شكل الموقع. تمام. طبعا بتبدأ تسجل عليه لو انت محتاج تسجل عليه، لو مش محتاج تسجل عليه برضو ما فيهاش اي مشكلة. بعد كده يا صديقي طبعا الموقع ده مختص بالساوند، مختص بيه اكتر، يعني انا بستخدمه اكتر في ان انا اجيب من عليه ساوند افكت، وكمان ان انا اجيب من عليه يعني ميوزك، ان انا احطها مثلا لو انا عايز احط ميوزك على فيديو، تبقى مثلا فيديو ميوزك حماسية، ميوزك ايا كان هتلاقي على الفيديو بتاعي يبقى شكلها عامل ازاي. فببدأ طبعا برضو بختار من هنا الحاجة اللي انا عايزها. انا عايز ساوند افكت مثلا، وابدا ابحث هنا مثلا عن كار مثلا، انا عايز حاجات ليها علاقه بالعربيه. وببدا يا صديقي يعني انا ممكن مثلا اشغل ده. طبعا يا صديقي بتبدا تجرب وتشوف الحاجه المناسبه للبروجكت عندك، بتبدا تجرب بالمنظر ده. تمام. ده طبعا ازاز مثلا، الازاز طبعا ده صوت ازاز مثلا اللي هو الازاز بتاع العربيه، ده صوت عربيه مثلا بتدور، ده صوت كلاكس، ده صوت كلاكس، صوت عربية بتقفل، صوت حادثة. تمام. فده كله ليه علاقة بالكار. طبعا هو برضو بيبقى مديك هنا اوبشن ان انت تقدر تبحث من عنه، تكنولوجيا، فاني، نوتيفيكيشن، انيمال، هيومن، كل اللي انت محتاجه، لايف ستايل، جيم، مور. طيب عندك طبعا حاجات كتيرة تقدر تختار من خلالها، فبيجيب لك مثلا الجيم في حاجات كتير من لها علاقة بالألعاب. عندك مثلا توي، عندك بلاير، عندك جول، جولف، بول، كل اللي انت محتاجه هتلاقيه هنا، بوكسنج. فطبعا الموقع ده جامد جدا. فانت بتلاقي عندك مثلا دي الحاجة البريميوم، وعندك الحاجات دي كلها حاجات فري. تمام. بتبدأ تنزلها بالطريقة دي، تضغط هنا بعدين بتنزل لك على طول بالمنظر ده. بس الموضوع بسيط جدا جدا جدا. طبعا برضو بتلاقيها في الدول لما بتفتح الداونلود. تمام. آه عندنا بعد كده يا صديقي الموقع اللي هو فلات ايكون، اللي هو الموقع ده. طبعا الموقع ده من اجمد المواقع اللي ممكن يعني مش عارف اعبر لك ازاي انا بحب الموقع ده بجد، لان هو بيفيدني جدا جدا في شغل الموشن، وبيوفر عليا حاجات كتيرة جدا يعني. طبعا بتسجل على الموقع برضو، او يفضل ان انت تسجل يعني. تمام. طبعا المواقع دي كلها مفيدة جدا، في مواقع كلها كويسة ومفيدة. بعد كده يا صديقي بتبدأ، تمام، بعد كده يا صديقي بتبدأ تعمل من هنا تحدد الايكون، لو انت عايز ايكون، لو انت عايز ستيكر، لو انت عايز انيميتد ايكون، عايز مش عارف ايه ستايل باك، اللي انت عايزه كله بيبقى موجود. فانت بتحدد ايكون، وقول ايكون برضو. تبدأ تبحث مثلا عن ممكن نبحث عن ايه مثلا، كار برضو ماشي. خلينا نعمل سيرش عن كار. بيبدأ يجي قدامك بقى حاجات كتير ليها علاقة بالعربيات، يعني مثلا الإلكتريك اللي هي شحن السيارات زي التسلا مثلا. الفترة الأخيرة بقى منتشر. فطبعا أنت بتبحث عن كار فبيطلع لك أجدد الحاجات اللي نزلت. تمام. وتقدر تعمل حاجة اسمها هنا كوليكشن. الكوليكشن ده مثلا أنا حابب أضيف ده للكوليكشن، بعمل كده. هضيف ده كمان، انا محتاج دول بحيث ان انا انزلهم كلهم مره واحده بدل ما اقعد انزل كل واحده لوحدها. طبعا ده كله فري، يعني حرفيا حرفيا الموقع ده تحفه. فطبعا انت بتضيف كده من هنا، من الايكون اللي فوق دي، هنا بيقول لك اد تو كوليكشن. تبدا تضيف الكوليكشن اللي انت عايزه. طيب الحاجات اللي انا ضفتها دي اقدر اشوفها وانزلها منين؟ تطلع فوق عند حضرتك، هتلاقي تطلع فوق هنا، هتلاقي الكوليكشن. انت حطيت 4 حاجات، هتفتح الكوليكشن بتاعك، تقدر تعمل لهم داونلود كلهم اهو PNG. تمام. السايز ممكن تعمل لهم مثلا 512 فري داونلود. السايز على حسب انت ما انت محتاج. برضو بينزل لك بقى ايه بصيغة مقفولة. تمام. فانت بتبدأ تفتحهم بالشكل ده، فبيبدأوا يظهروا معاك يا صديقي بالشكل ده. بس بسيطة جدا. تمام كده انت نزلتهم عندك وبقوا موجودين PNG، حاجات احترافية جدا ومحترمة جدا. تمام. كده ده الموقع. طبعا زي ما انت شايف، هو انت بتبقى اي سيرش بتعمل عنه هنا بيبدأ يظهر لك الحاجات اللي لها علاقة بيه. وهو احسن حاجة في الموقع ده ان هو بيظهر لك حاجات، يعني انت ممكن تنزل ايكون كامل، يعني ايكون للفيديو بتاعك كاملة من نفس الكوليكشن، يعني مثلا من نفس نوع الرسمة او نفس نوع الالوان، بنفس الموضوع ده.
بصراحة موقع تحفة يعني. عندك بعد كده يا صديقي الموقع اللي جاي هو موقع ستوري سيت. ستوري، ثواني، هو موقع ستوري سيت. تمام. تبدأ تعمل سيرش طبعا على الموقع بالشكل ده. هو ده الموقع بتاعنا. تمام. طبعا موقع تحفة جدا جدا. هو موقع اصلا تابع لفريبك. تمام. فهتلاقي معظم الرسومات هنا قريبة من بعضها، ولكن انت عندك هنا ميزة مش موجودة في فريبك، وهي ميزة تحفة جدا جدا جدا. وهي ان انا يا صديقي طبعا انت بتعمل سيرش على طول هنا باي حاجه انت محتاجها، بيظهر لك اللي انت محتاجه. ولكن في بعض الكلمات، يعني في بعض الحاجات، اعتقد الموقع ده لسه بيتطور، فبالتالي اعتقد برضو ان هو في حاجات كتير مش موجود معلومات عنها. يعني ساعات بعمل سيرش عن حاجات مش بلاقي نتائج ليها يعني. تمام. فانت مثلا بتبدا تفتح البروجكت زي ده مثلا، ديزاين زي ده مثلا. انا يا باشا اللي بيسهل عليا واكتر حاجه حاببها بصراحه في الموضوع ده ان انا اقدر اغير الوان المشهد كامل بضغطه زرار. فانت بتبدا تفتح من هنا مثلا، انا عايز اغير الوان المشهد ده، اخليها مثلا الوان اصفر. فزي ما انت شايف بص، في ثانيه بيغير لك الالوان ويخلي لك الديزاين كامل بالالوان اللي انت محتاجها، وبيخلي لك لايق عليها ما شاء الله. يعني حاجه تحفة بطريقة غير طبيعية. تمام. طبعا برضو انت تقدر تحط لو انت عندك كود خاص بالمشاهد بتاعتك او بالبراند بتاعك، فانت تقدر تحط الكود ده في المنطقة هنا كده، هيطلع لك اللون بتاعك بالظبط زي ما هو ومش هيبقى فيه اي اختلاف، وتقدر تشتغل على البراند بتاعك بالملي حرفيا يعني. تمام. طبعا الديزاين دي كلها مجانية طبعا، تبدأ تنزلها بي ان جي او سي اف جي. تمام. تبدأ تنزلها بأي صيغة أنت محتاجها. بس كده يا صديقي، زي ما أنت شايف في حاجة، في رسومات كتير وكلها حاجات رايقة واحترافية جدا. طيب إيه الميزة التانية اللي موجودة في الموقع ده؟ طيب خلينا مثلا نفتح الرسمة دي. أنا مثلا غيرت اللون بتاعها بالشكل ده. تمام. عرفنا إزاي بيغير اللون. في حاجة هنا يا صديقي لو أنت خدت بالك منها اسمها أنيميت. لو جينا نفتح الانيميت طبعا، قبل ما نبدا نفتح الانيميت في ميزه برضو عايز اقول لك عليها، وهي ان انت تقدر تحدد الديزاين بتاعك ده انت عايزه. مثلا عايز تخفي دي، عايز تخفي دي، عايز تخفي دي. الديزاين حرفيا بص، هتجيب الليرات اللي فاضله تخفي دي تخفي دي. حرفيا هو بيديك كل الاوبشن ان انت تتحكم اكنك فاتح دي على الاستريتور بي ان جي مثلا يعني. تمام. فانت في الميزه اللي بعدها بقى ان انت تقدر تفتح الانيميت ات من هنا. زي ما انت شايف بيظهر علامه خضراء على الحاجه اللي انت تقدر تحركها. تمام. فاحنا مثلا لو جينا اخترنا المنطقه دي، تقدر تعمل فيد ان كده، فيد داون، فيد ليفت، بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا في حركات تانية، سايد رايت، زوم ان، زوم اوت، ولايت ليفت، ولايت رايت. تمام. زي ما انت شايف حركات جامده جدا. تقدر تحدد حركه مده الحركه بتاعتك من التايم ده، من التايم لاين ده، زي ما انت شايف. تمام. طبعا برضو عندك في حاجه اسمها لوبينج تحت هنا، تقدر تظبط من خلالها الحركه بتاعتك اهو. من بعد ما تظهر يبدأ يتحرك، يفضل يتحرك شويه حلوين كده. تمام. عندك برضو ده بقدر اغير، مثلا احرك المنطقه دي كده، حددتها. او ممكن اعمل فيد اوت، ممكن اعمل سايد اوت كده كده كده. تقدر تغيرها زي ما انت شايف. يعني مثلا انا احركها بالمنظر ده كده، واحرك ده، اغير حركة ده الاول، عايزها تبقى كده ماشي، وتفضل تتهز برضو، ونفدي نفس الموضوع. تمام. لا عايزها من الناحية التانية، ايوه. وعايزها برضو فيها لوبينج. لا كده كده. تبدأ تجرب بقى تشوف الحركة هتظبط معاك في ايه، وتبدأ تشتغل عليها. بعد كده صاحبي بتعمل اكسبورت من هنا. شوف بقى يعني الحوار هنا بقى، البانل اللي ظهرت دي ممكن تكون لناس كتير مفاجأة يعني. زي ان انت مثلا ممكن تاخد الكود ده تضيفه على البرمجة، وتحط الحاجة دي مثلا في موقع بنفس الحركة بتاعتها بالمنظر ده بسهولة جدا جدا جدا. تبدأ تنزل الكود من هنا. لو انت عايز تنزل الحاجة دي عشان تحطها في موقع، تبدأ تاخد الكود بتاعها من هنا. تمام. بالمنظر ده ماشي. تقدر تحطها زي ما انت عايز في اي مكان. ولكن احنا مثلا لو عايزين ننزلها ايه، تبدأ تختار مثلا ان احنا عايزين ننزلها. ثواني،
تبدأ تنزلها داونلود فيديو من هنا. تمام. بس يا صديقي ظهرت معانا، خلينا نشوفوها اهي. طبعا هي جودتها مش اعلى حاجة، لان هي برضو ايه في الاول وفي الاخر ايكون، وهتظهر في حتة صغيرة في الفيديو، يعني ايه برضو مش هتبقى معانا بالجودة اللي انت متخيلها، برضو ومدتها بتبقى صغيرة جدا. تمام. طبعا تقدر تغير في الحاجات دي بشكل بسيط، من ان انت مثلا ممكن، يعني هي اقصاها برضو ان انت ممكن تخليها مثلا ايه، تيجي بتاع نكتب 1000 على اخرها 800. تمام. فانت ممكن تزود مثلا لحد 800 هنا وهنا. تعال ننزلها تلاقي جودتها زادت شوية. تعال نشوف. طبعا الجودة هنا هتكون زادت اكتر، زي ما انت شايف جودتها كده احسن شوية، ولكن برضو مدتها صغيرة. فاحنا نبدأ مثلا نعدل في المدة دي من المكان جوه، يعني مثلا لو فتحنا هنا كده ممكن نزود المدة دي زي ما احنا عايزين بالشكل ده. تمام. فزي ما انت شايف يا صديقي الموقع ده مليان حاجات بصراحة، يعني تحفة 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 يعني. فانت حاول تستفيد على قد ما تقدر من الموقع ده، وحاول برضو تجرب حاجات كتير مع نفسك عشان تشوف انت هتقدر تطلع منه ايه. تمام. خلينا بعد كده نخش على الموقع رقم 5. وهو الموقع المفاجأة اللي حرفيا انا لسه عارفه من فترة مش بعيدة، والموقع ده فرق معايا جدا جدا جدا، وهو موقع لورد ايكون. لورد ايكون. تمام. هو الموقع ده يا شباب حرفيا يعني تحفة. الموقع تعال نسجل عليه الأول. طبعا بتسجل عادي جدا جدا جدا. تمام. بعد كده يا صديقي بتبدأ تحدد انت ايه، مثلا خلينا نحدد ان احنا ايجنسي. هنحدد من هنا مثلا اهو. بس يا صديقي بتبدأ مثلا بيقول لك انت عايز الاشتراك بتاعك يبقى بكام، فاحنا لا هنجرب الفترة المجانية. تمام. طبعا هو بيبقى في حاجات مجاني وفي حاجات بفلوس، بس احنا هنجرب الحاجات المجانية. زي ايه مثلا، انت طبعا انت بتختار الستايل اللي انت عايز تجيب ايقونات شبهه، يعني إذا عايز تجيب ايقونات 2D، عايز تجيب مثلا حاجات زي دي مثلا شكلها افضل، عايز تجيب حاجات شبه دي، عايز تجيب طبعا في اشكال كتير كتير كلها ايكون متحركة. دي ايكون متحركة، دي طبعا مختلفة تماما عن اللي احنا كنا بنشوفها من شوية. طبعا خلينا نفتح نجيب ايكون. تمام. وبعدين هنبدأ نحدد ثواني، هنبدأ نختار الحاجة اللي احنا عايزينها، نختار مثلا ده. تمام. وبعد كده يا صديقي هيبدأ يفتح معانا الموقع زي ما انت شايف. تحفة، حاجات كلها زي ما انت شايف. انت متخيل الحاجات دي هتوفر عليك وقت ومجهود قد ايه، وبتنزل بجودة كبيرة جدا جدا جدا. ولكن يا صديقي زي ما انت شايف بص كل حاجة متحركة، يعني حرفيا كما يقول الكتاب، يعني حركات كلها احترافية بشكل غير طبيعي. بس يا صديقي في مشكلة واحدة بس، ان معظم الحاجات دي مش فري، يعني معظم الحاجات دي بريميوم. فانت طبعا بتبدأ تحدد من هنا ان انت عايز الفري. تمام. فبيجي لك شوية حاجات محدودة. تمام. مش محدودة قوي يعني، برضو مديلك اوبشن كتير جامدة جدا يعني. ولكن برضو مش زي البريميوم بيبقى مختلف تماما 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 يعني. طبعا بتبدأ تعمل سيرش من هنا على الحاجة اللي انت عايزها، مثلا انا عايز كار. ماشي. بتبدأ تعمل سيرش كده، بيطلع لك الحاجات المجانية اللي موجودة ليها علاقة بالعربيات. تقدر في عربيات شرطة، في عربيات إسعاف، في عربيات بتشحن كهرباء، في عربية في باخرة، عربية شحن، مرور، حد بيسوق نايم، مساحات عربيات، عربيات أكل، حاجات كتير جدا 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 زي ما انت شايف. احترافية وجامدة جدا جدا جدا. تمام. بس يا صديقي فانت بتبدأ بقى تبحث وتشوف الحاجة الفري اللي معاك. تمام. طبعا لو عملت بريميوم كده شوف بس هيطلع لك ايه، يطلع لك طبعا حاجات تحفة جدا. لو عملنا سيرش مثلا بالكار. تمام. هيطلع لك طبعا حاجات كتيرة جدا 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 بالبريميوم زي ما انت شايف. بص اوبشن لا نهائية تقدر تنزل منها. طبعا الفري بيبقى عدد محدود جدا، لكن ده بيديك كل حاجة حرفيا موجودة معاك تقدر تنزلها. طبعا ايه طبعا تقدر تعمل نيكست للصفحة اللي بعدها من هنا، فهتلاقي برضو حاجات كتيرة جدا لها علاقة بالعربيات. فزي ما انت شايف يا صديقي بص، يعني والله بجد الموقع ده يعني تحفة بطريقة غير طبيعية. انا من بعد الموقع ده حرفيا ما نزلته وانا موفر على نفسي في حاجات كتير جدا يعني. تمام. بس يا صديقي فانت طبعا بتبدا تعمل سيرش من هنا وتحدد فري ايكون، وبيظهر لك الحاجات اللي انت يعني لها علاقه بالسيرش اللي انت عملته، وخلاص بس كده.
تمام. وبكده يكون ده آخر موقع بالنسبة لنا، وهو يعتبر أفضل موقع فيهم. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبجد إن شاء الله الفترة الجاية الفيديوهات هتكون مختلفة تماما تماما. أتمنى برضو الصوت يكون ظبط عن الفيديوهات الأخيرة، لأن الفيديوهات الأخيرة كان في مشكلة عندي في المايك وكده. ولكن انا دلوقتي عدلت المايك وظبطت شويه حاجات كده عشان الجوده بتاعت الصوت تكون احسن. وكمان لو انت اول مره تشوف القناه هنا، فهتخش في القناه تلاقي حاجات كتير مفيده جدا، زي مثلا عندنا بلاي ليست كامله فيها فيديوهات عن الافكتات بس في الافتر افكت. في بلاي ليست كامله عن التطبيقات العمليه للمبتدئين والتطبيقات العمليه للمستوى المتقدم. فهتلاقي القناة مليانة محتوى دسم جدا عن الموشن جرافيك. فأتمنى تخش تسمع الفيديوهات وتستفيد وتبعتها لأصدقائك. وما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان نوصل 1000 مشترك. وبدعمكم إن شاء الله مكملين. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.